تأكيد اليوم وفرحة كبيرة أنه وصلنا إلى اليوم المدرسي الأول لعام 2025-2026. بالتأكيد كانت هناك معوقات، كانت هناك صعوبات كثيرة. بالتأكيد التخصيصات المالية وموضوع الموازنات أيضا هذا العام تواكب مع انتخابات مجلس النواب العراقي. أيضا هناك تحسبات لهذا الموضوع للعطلة التي ستكون في هذا العام، لكن وضعنا كل الاحتياطات. وزارة التربية قدمت الدوام إلى هذا اليوم لمدة 10 أيام تحسبا لموضوع الانتخابات. موضوع التخصيصات المالية طبعا حال دون ترميم أغلب مدارسنا، لكن هذه المدارس هذه البناية وكل بناياتنا التي افتتحت اليوم لاستقبال أبنائنا الطلبة كانت بجهود ذاتية وأصبحت بالشكل الذي يليق بأبنائنا الطلبة. بالتأكيد ما يقارب 700 ألف طالب هو عدد ليس قليل أن يكون في مدارسنا هذا اليوم. هذا العدد يحتاج إلى مؤهلات كثيرة. وضعنا موضوع الملاكات وموضوع الكتب المدرسية قبل فترة طويلة نصب أعيننا، واكتملت هذه الملفات. اكتمل موضوع الكتب المدرسية ووزعت لأبنائنا الطلبة في الدراسة الابتدائية، وأيضا ننتظر اكتماله للمرحلة المتوسطة حتى توزع على أبنائنا الطلبة بشكل كامل. أيضا ملاكاتنا موزعة ومستقرة، وموضوع الأبنية المدرسية مثل ما تحدثنا إن شاء الله جاهز وكامل لاستقبال أبنائنا الطلبة. لغاية اليوم وصلنا إلى ما يقارب 850 بناية مدرسية، وهذا عدد جيد بالمقارنة مع السنوات الماضية. نبقى نعم في حاجة، خصوصا بعد نبقى في حاجة ما يقارب 250 بناية مدرسية، خصوصا بعد أمر دولة رئيس الوزراء وتوجيهات معالي وزير التربية بغلق المدارس الكرفانية.